في الكورة دايما بتسمع مصطلحات جديدة وغريبة، في مدرب ممكن يتم إقالته بسبب سوء نتائج، في مدرب ممكن يتم إقالته بسبب خلافات مع الإدارة، خلافات شخصية مع اللعيبة، تآمر من اللعيبة. إنما الجديد في نادي الزمالك دايما إحنا اللي بننفرد بيه. المدرب بتنتهي مسيرته من قبل ما تبدأ أساسا، المدرب بيهرب بعد 3 ساعات من المفروض هيوقع مع الفريق. من قبل ما تبدأ المشوار بينتهي من قبل ما يبدأ رحلة المشوار، وده يدل على شيء واحد بس، كمية الفشل الإداري الموجودة في نادي الزمالك. طب يا جماعة احنا هنفضل كده لحد امتى؟ احنا سمعتنا بتسوء جدا 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 في على مستوى المدربين والناس الوكلاء اللي داخلين عمالين رايحين جايين عايزين يطفشوا المدربين. انا برضو مش فاهم دول، يعني فين حماية نادي الزمالك للناس اللي بتيجي